يوم واحد بس، يوم واحد فاضل على مونديال، وملعب الافتتاح في أماكسيك مكفول. آلاف أمات ظاهرين أقفلوا مدخل رئيس الاستاديو أزتيكا قبل ماتش الافتتاح ب 48 ساعة. أنا صحيت الفجر لقيت الصورة دي، مش مصدق. وبس استنى الجامد، منتخب أماكسيك صاحب الأرض خسر 3-1 قدام أستراليا في آخر ودية. ياه، صاحب الافتتاح بيخسر قبل الافتتاح بيومين، ده اللي اسمه فقل وحش. وفي خبر تاني، ريال مدريد رمى 150 مليون يورو على أتلتيكو عشان خوليان ألفاريز. رد أتلتيكو بيان رسمي مكتوب فيه: انتوا بتضحكونا أكتر من برشلونة، وحاطين إيموجي ضحك. حلو الكلام ده، وخليني أوجعك برأيي. توخيل بيلعب بساكا وهو مصاب في الأكيلس، هو بنفسه قال لسه مش جاهز، في حاجات ناقصة. طب لسه بتلعب بيه ليه يا توخيل قبل مونديال بيوم؟ ده قرار هتندم عليه. والأوجع، نيمار طلع قال ده هيكون آخر مونديال في حياتي. نهاية حقبة، خلاص. طب وانت اللي قاعد قدام موبايل ده، أنهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ ملعب الافتتاح مقفول ولا نيمار بيودع؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ كل كومنت. ويوم واحد وبنبدأ.